سيدي ابن عربي ولا سيدنا الشيخ سيد عبد القادر ولا سيدنا الإمام الشاذلي وهؤلاء مشايخنا وساداتنا حينما ألفوا تلك الصلوات وتلك المعارف ما ألفوها لا باش يعني نصلوا بها فقط، وإلا لكان قالوا لنا صلوا بالصلاة الأمية وتكفي، ولكن ما حطوا فيها تلك الأسرار لا باش يقولوا لنا ها حطينا لكم مفاتيح وانتم من خلال تلك المفاتيح روحوا خوضوا. ونحن الآن بماذا نتكلم؟ نتكلم بمفاتيح ساداتنا التي تركوها لنا. لهذا يقول سيدي عبد الكريم الجيلي كلمة شيقة، يقول: رمزنا أسرارنا في كتبنا وتركناها لمن يعتقدها عبر الأجيال، فمن وصلته وسلم لها واعتقدها وآمن بها فله ما لنا وعليه ما علينا. يعني انت تهز كتاب الإنسان الكامل سيدي عبد الكريم الجيلي، ولا الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية، والله هذا كتاب الناموس الأعظم مثال، وتقراه وتسلم لما فيه وتفهمه وتروح تتعرف على قدر سيدنا رسول الله، آنذاك صرت من العارفين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الأقل في هذا الجانب صرت من العارفين، هاك ازددت رقيا فيه. الفرق بين العلم والمعرفة: العلم يحتاج منك العمل، فلن تصير تؤتى رتبة عالم حتى تكون عاملا. أما المعرفة لا، المعرفة هي شيء متعلق بالإيمانيات. يعني كي نقول لك مثال: أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. الآن أذكر لك معلومات أنا لا تكون عالما بهذه المعلومات حتى تطبقها، حتى تروح تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعارف، روحوا الكمالات الآن، أنت جيت الآن صفحة بيضاء ما على بالك بالحقائق، نقول لك: ألا تدري بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ميلاد نوراني من قبل هذا الميلاد الجسماني، وهو ميلاد أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وأن له وجود كل علوي من قبل هذا الوجود الجسماني الذي تنزل به. ونبدأ نكلم لك في هذا المستوى، تخرج أنت وعندك هذا الاعتقاد في سيدنا رسول الله، تفهم هذا الكلام وتعتقده، الآن ازددت مقاما مباشرة، لأن هذا الكلام يحتاج منك عمل. هذا إيمان، تسليم واعتقاد، ازددت في الإيمان مباشرة. على الأقل إذا ما فهمته سلم له حتى يجي وقته. أما المشكلة إذا أنكرته. إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله عز وجل، فإذا تكلموا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل. العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله على خلقه، ذاك حجة عليك أو لك. وعلم في القلب فذلك العلم النافع، هو العلم النافع الذي في القلب، الذي إذا عرفت أنا مثال الآن تحدثني على رحمة الله مثال، تقول لي رحمة الله سبحانه وتعالى صفته، أما عذابه فعله، والفعل قد يكون وقد لا يكون، أما الرحمة تكون دائما. تزدادني استبشارا أنا بمعرفة مولانا. نقول ولا لا تربيت مولانا لا زين، كان يقولوا لنا مولانا يعني عنده لا العذاب واتق الله اتق الله، نقول لا لا لا. هاني أنا الآن مجرد ما عرفت هذا الشيء معرفة الله سبحانه وتعالى ازددت إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ترقى مستوى إيماني بالله سبحانه وتعالى. الآن من بعد ندخل صلاتي وأنا محب لله، نعيش حياتي وأنا المعنويات مرتفعة. قس عليها كذلك في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.